مساء الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسلام. النهارده جايه لكم بوصفه سهله وبسيطه ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. يا ترى هي ايه؟ البسطرمه. هنعمل مع بعض يا جماعه البسطرمه في البيت، طريقه سهله وبسيطه وموفره جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم، شايفين الكميه دي كلها؟ شايفين كل ده بنص كيلو بس من اللحمه. مكوناتها كلها موجودة في البيت. بجد يا جماعة اعملوها في البيت مش هتندموا. معنى ان الوصفة دي نزلت او انتوا شفتوا وصفة دي، يعني فعلا الوصفة دي مضمونة 100%. وحابة اشكر كل حد طلع لنا بالوصفة دي واقول له شكرا بجد، لانها فعلا وصفة ازاي كانت تايهة عننا يعني. يلا بينا نشوف عملنا الجمدان ده كله ازاي. عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة، هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح. وهننزل بعد كده بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقتين كبار من الحلبة المطحونة طبعا. وما تقلقوش خالص، طعم الحلبة مش بيظهر، بس هو ده سر طعم البسطرمة. وهنزل بنقطتين كده من ألوان الطعام وممكن تستغني عنهم. هعجن الكلام ده كله بإيديا قبل ما نفرم اللحمة في الكبة. ولازم نفرم اللحمة في الكبة، ولو ما عندكيش كبة ممكن تفرمي اللحمة في مطحنة التوابل، لكن ما تستغنيش عن الخطوة دي. لازم تفرمي في الكبة او مطحنة التوابل، وممكن تنزلي في مطحنة التوابل اللحمة واحدة واحدة لغاية ما تفرميها حلو. المهم ما تستغنيش عن الخطوة دي. وده شكل اللحمة بعد ما اتفرمت. احنا فرمناها في الكبة ليه؟ علشان تبقى ناعمة خالص، كمان انعم من الكفتة. وده هيبقى شكل اللحمة بعد ما اتفرمت. تعالوا بقى هنشوف ازاي هنشكل البسطرمة. هجيب بعد كده اكياس تلاجة، هاخد جزء من اللحمة واعملها او اشكلها كورة بالشكل ده، وهدخلها جوه الكيس وابدأ افردها بالنشابة. مش هينفع خالص تفرديها بايديكي، لان احنا عايزين اللحمة يبقى سمكها رفيع جدا، فبايديكي مش هينفع، لازم تعمليها بالنشابة. وتفضلي تظبطي في اللحمة بالشكل ده، تشدي الكيس كويس وتفردي تفردي يمين وتفردي شمال لغاية ما تخلي اللحمة سمكها رفيع جدا. شايفين ازاي خليتها رفيعة جدا؟ بقت ورقة كده، عبارة عن ورقة. وهحاول كده اظبط الاطراف بايديا كده او بالسكينة اللي انتي حباه. ظبطي الاطراف كويس ووزعيها تاني كويس. وبصوا، انا هجيب السكينة بطرف السكينة هعلم او هعمل علامات مربعات، اشكلها مربعات صغيرة. انا مش بقطع ولا حاجة، انا يدوب بعمل علامات كده علشان لما تتفرز واجي اطلعها واخد منها تبقى سهل في ان انا اخد منها كويس. لان طبعا احنا بنفرزها بعد ما بنخلص الكمية، هندخلها الفريزر، وقبل الاستخدام بدقيقتين 3 كده بنطلعها من الفريزر عشان ما تسحش خالص. وده شكل تاني بشكلها مربعات كبيرة علشان انا ولادي بيحبوا يحطوها في السندوتشات وياكلوها مع الجبنة. ففي عيش كايزر هحطها طبعا بعد ما بشوحها في الزيت، احطها لهم في عيش كايزر مع جبنة، بيبقى طعمها حكاية طبعا. وشايفين بقى ده كل اللحمة، او شايفين النص كيلو طلع قد ايه؟ شايفين بجد تحفة تحفة تحفة. تخيلوا بقى انتوا لو جبتوا قد الكمية دي كلها بسطرمة، شوفوا هتدفعوا قد ايه. احنا بس بنص كيلو لحمة مفرومة عملنا كل ده. حطيها في الفريزر بقى وطلعي منها واعملي بيض بالبسطرمه. وعايزه اقول لكم بجد يا جماعه ريحتها فظيعه وطعمها حكايه. يعني عايزه اقول لكم بجد وهم. وده كان فيديو النهارده. لو عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفولو لصفحه الفيسبوك. باي باي.